من زمان وعيلة ساويرس معروفة إنها أغنى عيلة في مصر، كل فرد فيها معاه مليارات وثروة تكفي بلد، والسر في ده والدهم أنسي ساويرس. نصيف ساويرس ونجيب وسميح ساويرس أغنى 3 إخوات في مصر. إزاي بقوا أغنى عيلة في مصر؟ وليه مش بيشاركوا بعض في البزنس؟ واستثماراتهم في إيه بالظبط؟ وثروتهم وصلت لكام دلوقتي؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. لما حد يقولك أغنى عيلة في مصر، غالبا أول اسم هيجي في دماغك على طول هي عيلة ساويرس. عيلة قدرت خلال عشرات السنين تبني إمبراطورية مالية ضخمة امتدت من مصر لحد أوروبا وأمريكا وإفريقيا، من البناء والاتصالات للذهب والسياحة وكرة القدم كمان. بس السؤال اللي فيه ناس كتير بتسأله مش بس قد إيه ثروتهم، لا ده إزاي العيلة دي قدرت تحافظ على ثروتها وتكبرها لغاية دلوقتي. خليني أقولك الحكاية بدأت من زمان جدا مع الأب أنسي ساويرس، اللي بدأ حياته بتأسيس شركة مقاولات صغيرة في الخمسينيات. الشركة دي كان اسمها أوراسكوم، ومع الوقت بدأت تكبر وتشتغل في مشاريع كبيرة زي طرق والمباني. لكن زي أي قصة نجاح مرت بأزمات. في الستينيات الشركة اتأممت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وتحول اسمها لشركة النصر المدنية. ساعتها أنسي ساويرس اضطر يسافر ليبيا ويبدأ من الصفر تاني، وبعد سنين رجع مصر وبدأ يبني الشركة من جديد. ومن هنا بدأت إمبراطورية ساويرس تتكون. أنسي ساويرس كان عنده 3 أبناء، نجيب ونصيف وسميح، وكل واحد فيهم اختار مجال مختلف عن التاني خالص علشان يبني فيه ثروته بنفسه. بس على الرغم من كده هم كلهم خرجوا من نفس المدرسة، مدرسة التجارة والاستثمار. خلينا نبدأ بنصيف ساويرس. ثروته وصلت لحوالي 9.6 مليار دولار حسب فوربس، وده خلاه يتصدر قائمة أغنى المصريين ووفقا لموقع الشرق اقتصاد. نصيف اشتغل في البداية مع والده في شركة أوراسكوم للإنشاءات، لكنه مع الوقت بدأ يوسع نشاط الشركة عالميا. واحدة من أهم الصفقات اللي عملها سنة 2008 لما باع قطاع الأسمنت تابع لشركة لافارج الفرنسية مقابل حوالي 12.8 مليار دولار. الصفقة دي كانت نقطة تحول كبيرة في حياته، لأنها وفرت سيولة ضخمة ساعدته يدخل في استثمارات جديدة. بعدها بدأ يركز على مجال الأسمدة والكيماويات من خلال OCI Global، اللي بقت واحدة من أكبر شركات الأسمدة في العالم كله، وده حسب موقع الشرق اقتصاد. كمان عمل صفقة ضخمة ببيع جزء من شركة فيرتجولد لشركة أدنوك الإماراتية مقابل حوالي 3.6 مليار دولار. لكن نصيف مش بس رجل صناعة، ده كمان مستثمر عالمي. هو عضو مجلس إدارة في شركة أديداس العالمية وبيمتلك ملايين الأسهم فيها، وكمان عنده استثمارات رياضية كبيرة وأشهرها امتلاكه حصة في نادي أستون فيلا الإنجليزي. غير كده كمان عنده استثمارات في شركات أمريكية كبيرة زي ماديسون سكوير جاردن سبورتس. يعني من الآخر نصيف ساويرس مش حاطط فلوسه في مجال واحد بس، ده عنده تنوع استثماري كبير، ويمكن ده سر نجاحه لغاية دلوقتي. نيجي بقى للأخ الأشهر إعلاميا نجيب ساويرس. ثروة نجيب ساويرس وصلت لأكتر من 11 مليار دولار. ثروته زادت في سنة واحدة حوالي 4 مليار دولار على حسب اقتصاد الشرق. نجيب في البداية اشتغل في قطاع الاتصالات، وكان صاحب شركة أوراسكوم تيليكوم اللي دخلت أسواق كتير في إفريقيا وآسيا. الشركة كانت ناجحة جدا لدرجة إنها باعت جزء كبير منها لشركة فيمبلكوم الروسية بمليارات الدولارات. لكن نجيب بعد كده قرر يدخل مجال مختلف خالص عن اللي كان شغال فيه، وهو مجال الذهب. سنة 2012 اشترى شركة تعدين اسمها لامانشا مقابل حوالي 492 مليون دولار، ومن وقتها بدأ يوسع استثماراته في مناجم الذهب حول العالم. الشركة بقى عندها حصص في شركات عدين كبيرة، عندها مناجم في افريقيا واستراليا، ومن اشهر المناجم اللي ليه استثمارات فيها مناجم في كوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا. الفكرة اللي اعتمد عليها نجيب كانت بسيطة، بدل ما يشتري ذهب من السوق اللي ما يكونش عندي مناجم تنتج الذهب نفسه، وده اللي خلاه واحد من اهم المستثمرين في مجال الذهب في العالم كله. وكمان استثمر في صندوق استثمار خاص بالمعادن اسمه لامانشا فاوند. غير كده نجيب عنده استثمارات في العقارات من خلال اورا ديفلوبرز اللي بتبني مشاريع ضخمة في مصر والامارات ودول تانية على حسب موقع. نيجي بقى للاخ ثالث سميح ساويرس. سميح يمكن اقلهم ظهور اعلاميا، لكن هو واحد من اهم المستثمرين في السياحة في العالم كله. ثروته وصلت لحوالي 1.3 مليار دولار. سميح اسس شركة اوراسكوم للتنمية السياحية. الشركة دي مسؤولة عن تطوير مدن ومنتجعات سياحية كاملة على حسب موقع العربية. اشهر مشروع عمله هو مدينة الجونة على البحر الاحمر. الجونة ما كانش مجرد منتجع، دي مدينة سياحية متكاملة فيها فنادق ومراسي وملاعب جولف ومطار. كمان مشاريع سميح السياحية مش في مصر بس، دي كمان في سويسرا والامارات والمغرب وعمان والجبل الاسود. يعني لو بصينا للعيلة هنلاقي كل اخ ماسك مجال مختلف. نصيف في الصناعة والبنية التحتية والاستثمارات العالمية، نجيب في تعدين والذهب والاستثمار، وسميح في السياحة والعقارات السياحية. والتنوع ده هو واحد من اسرار نجاح العيلة. بس السر الاكبر هو انهم بيفكروا عالميا مش محليا بس. استثماراتهم موجودة في اوروبا وامريكا وافريقيا والشرق الاوسط. يعني لو حصلت ازمة في بلد عندهم مصادر دخل كبيرة في اماكن تانية. وكمان العيلة معروفة انها بتعيد استثمار ارباحها بدل ما تكتفي بالفلوس، يعني كل صفقة ناجحة بتفتح باب لاستثمارات اكبر. غير
غير كده عندهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية اللي تشتغل في دعم التعليم والصحة وتشغيل الشباب، وده جزء من فلسفة العيلة في العمل الخيري. النهاردة ثروة المليارديرات المصريين وصلت لحوالي 23.5 مليار دولار حسب مجلة فوربس، وجزء كبير من الرقم ده جاي من عيلة ساويرس. وعلى فكرة نجيب ساويرس كان سبق وقال إن هو وأخواته بيكملوا بعض، لكنهم مش بيحبوا يتشاركوا لأن كل واحد فيهم شغال بدماغ مختلفة عن التاني. يلا شاركونا في الكومنتس وقولوا لنا يا ترى ممكن نشوف عيلة مصرية تانية تبني إمبراطورية اقتصادية زي عيلة ساويرس في المستقبل؟